مساء الخير على كل متابعين قناه ميكانيك الصعيد. فيديو النهارده هنعرف الناس ازاي انا احافظ على المسطر. في ناس كتير كانت مراسلاني على الواتس بتقول لي انا المسطر ما بيكملش حاجه معايا ويضرب. والمساتر النهارده بارقام فلكيه. يعني المسطر زمان كنا بنجيبه ب 500 جنيه وب 400 جنيه وب 600 جنيه، النهارده بيجي فوق ال 1000. وبرضه صيني، يعني هو صيني بس درجات. القصه مش في نوعيه المسطر، حتى ان كان صيني صدقوني في نوعيات صيني كتير انا شغال منها وشغاله متفور 14. الرك مش على المسطر، الرك على نوعيه الزيت اللي انت بتستخدمه. يعني على سبيل المثال معانا المسطر ده بايظ، معانا القلم ده فيه سنسور معايا بيحس معايا بكميه الرطوبه اللي في الزيت. المفروض ان الزيت ما يبقاش فيه رطوبه، ولو يكن فيه رطوبه يبقى 1%، بس هو المفروض ما يبقاش فيه رطوبه، لان الرطوبه بتخلي الجلد اللي شغال بالزيت الباكن الجلده في اقرب وقت تتاكل، يا اما الشفه بتاعتها تتقلب. ان اتقلبت الشفه يهرب من تحت رجلك المسطر. زي ما حضرتك شايف معايا القلم اهو بيوضح لي كم في المية رطوبه. تمام، بص بقى اهو بص بقى الرطوبه قد ايه؟ الرطوبه لغايه 4%. اهو ادي القلم اهو، القلم اهو. تمام، انزل معايا يا فادي اهو في المسطر اهو، شايف رطوبه 4%. معنى ذلك ان انا معايا زيت مش كويس. ما تقوليش ان الزيت هو في المسطر بيعمل معايا الرطوبه دي كلها، استحاله. لو نعتبر ان المسطر عشان محكوم احكام جيد يخلف معايا رطوبه، يبقى 1%. 4% ده كتير خالص. وانا النهارده مش جاي اعمل فكره اعلان على منتج معين، بس المنتج ده انا راجل، انا بقدم للمشاهد نصيحه عشان ما يهدرش فلوس على الفاضي. معايا الزيت دوت 3 والدوت 4 بصراحه زيت محترم حقيقي. نعمل تجربه عمليه. ادي زيت دوت 4 دوت 3 اهو، ادي الزيت اهو. انا هعمل قدامك اختبار بالقلم اهو 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 اهو. ادي الاختبار بالقلم اهو. بيديني اشاره ان في 1%، لكن مش 4%. على فكره 1% دي ايه؟ ليه 1%؟ عشان احكام العلبه، لكن المفروض ما يبقاش فيه. بص تمام. انا حبيت اقدم لك المعلومه دي عشان تبقى عارف ان مشاكلك في الماستر انه ما بيقعدش ولا بيطولش عندك في العربيه ويبوظ بسرعه. الزيت، نوعيه الزيت العشوائيه. في زيت انا اسف في التعبير، ميه مخلل، انا اسف. في زيوت وحشه حقيقي، ما تجيش بعد كده تندم على المصدر اللي باظ وتقول النوعيه صيني. صدقوني في نوعيات صيني بتمر اكتر من الاصل. انا راجل بديك النصيحه، خدت بيها امين، ما خدتش بيها انا ماليش دعوه. انا اللي يرضي ربنا انا بقوله في الفيديو. ولو قدرت اوصل لك معلومه مفيده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واللايك بتاعك بيفرق معايا كتير ان انا استمر بفيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.